أهلا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نرجع فيه لهزيمة فريق وداد الرياضي أمس الأحد في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الأهلي المصري، أو التعادل بهدف لمثله واللي خول الفريق ديال الأهلي المصري على أنه تتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد ما استفاد من الفوز ديالو في مباراة الذهاب هدفين لهدف. الأمس نشرت فيديو وقلت على أنه إذا كان شي طرف يتحمل المسؤولية في خسارة الوداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا هو سعيد نصيري رئيس الفريق. قلت على انه مجموعه من الاخطاء ارتكبها النصيري، كان طبيعي لانه واحد النهار تؤدي به الى سقطه، وللاسف كانت في المباراه النهائيه والمباراه اللي ما كانش حتى ودادي ولا مغربي انه يتمنى بالامس ان الوداد يخسرها ويضيع منه فرصه ديال التتويج بلقب رابع في دوري ابطال افريقيا. ف انا غادي نلخص لكم ونرجع بايجاز لهذا الموضوع هذا. يمكن سبق لي تكلمت على فريق الرجاء الرياضي وشبهته بلبنان، وقلت على انه الرجاء في الفتره اللي اعلن فيها عزيز بدراوي الرئيس السابق قرار بالاستقاله ديالو من المهام ديالو والدعوه لعقد جمعيه باستثنائيه، قلت على انه الرجاء يشبه لبنان، فيه مجموعه من الطوائف ومجموعه من التيارات بحال الشيعه والسنه والارثوذكس والمارونيين في لبنان اللي اثروا يمكن على السياسه العامه ديال البلاد. وقلت على انه الرجاء حتى هي فيها مجموعه من الطوائف ومجموعه من التيارات، الشيء اللي اثر على الفريق الاخضر في السنوات الاخيره خلى النتائج ديالو تتراجع بخلاف المواسم ولا السنوات والمواسم الكرويه السابقه. فالوداد بالنسبه لي اليوم بحال شي جسد فيه واحد المرض اللي شويه قبيح ونتج عنه امراض اخرى. اعطيكم مثلا واحد السيد فيه مرض ديال السمنه المفرطه، كتلقى عنده امراض اخرى جات بسبب السمنه المفرطه، مثلا الكوليسترول، السكر، المفاصل، مجموعه من الامراض اللي كتجي وكنتاج المرض الاساسي اللي عنده اللي هو السمنه المفرطه. الوداد هذا هو حالها بالنسبه لي. الوداد الا كان المرض ديال السمنه المفرطه هو التسيير العشوائي ديال سعيد النصيري، والامراض الجانبيه اللي جات معاه هو سوء اختيارات اللاعبين، هو سوء اختيارات المدربين، هو التغيير المتكرر ديال المدربين، هو عدم استغلال فتره الانتقالات الشتويه، هو عدم استغلال حتى فتره الانتقالات الصيفيه، هو عدم تحضير بشكل جيد للموسم الكروي الجاري. فبالتالي هذه الامراض حتى هي اثرت على الوداد، بالاضافه الى المرض الاساسي والرئيسي اللي هو كيتحمل فيه المسؤوليه الكامله رئيس الفريق الاحمر. فكان طبيعي لانه واحد النهار داك الحظ غادي يغيب على المجموعه ديالو. للاسف غاب في ابرز مباراه وهي اللي هي المباراه النهائيه، وحنا كان اجماع لان الوداد تعدى في جميع المباريات اللي خاضها في وقت سابق، سواء في دوري ابطال افريقيا ولا حتى في البطوله الوطنيه. وكيف نذكر مباراه سيما طنجة كمثال، ولا حتى دور نصف النهائي امام فريق ميميلودي سانداونز اللي ما كانش شي واحد ولا ابرز المتفائلين ربما يتوقع ان الوداد يتجاوز هذا الفريق، اللي كيبقى بالنسبه لي واحد او لا افضل فريق على الساحه الافريقيه. فهذا باش نرجع بايجاز لموضوع فريق الوداد الرياضي قبل ما ننتقل للمواضيع اللي يمكن غتاخذ واحد الحيز مهم اليوم وكتعلق اساسا بفريق الرجاء الرياضي. موضوع الساعه فريق الرجاء الرياضي اليوم هو زكريا الهبطي. زكريا الهبطي نشر له فيديو وهو ربما على هامش مباراه فريق الوداد الرياضي والاهلي المصري امس الاحد يتواصل مع احد الشرطيين اللي سالوه فين غادي، وقال له انا زكريا الهبطي لاعب فريق الوداد الرياضي. وفي خلال الفيديو انتمى او لا اعلن الانتماء ديالو كلاعب ديال الوداد الرياضي واللي هو في الاساس لاعب ديال فريق الرجاء الرياضي. فهذا الفيديو اللي انتشر اثار ضجه واثار حفيظه الرجاويين والغضب الكبير ديالهم. وكان طبيعي لانه اليوم زكريا الهبطي يتم استبعاده من الفريق الاول ديال فريق الرجاء الرياضي ويتم احالته ايضا على اللجنه التاديبيه، ولكن انه غتخاذ في حقه عقوبات يمكن غتبقى الاكيد انه يتم استبعاده من المباريات المتبقيه من الموسم الكروي الجاري، والاكيد غتكون غرامات ماليه في انتظار نعرفوا شنو المستقبل ديال زكريا الهبطي مستقبلا. واش ممكن زكريا الهبطي بعد التصريح ديالو بعد ما اعلن الانتماء ديالو بين قوسين كلاعب ديال فريق الوداد الرياضي واش يتقبلوه الرجاويين مستقبلا؟ واحد الصوره نقلوها من مواقع التواصل الاجتماعي ديال الهبطي يقال على ان زكريا الهبطي هو طفل صغير بمدرسه فريق الوداد الرياضي. واش صحيحه واش ماشي صحيحه؟ لانه هذه زادت اججات غضب ديال الرجاويين. لكن اليوم انه محمد بودريقه رئيس فريق الرجاء الرياضي غاضب بشده من تصرف اللاعب، وكان حاسم مع المكتب المسير انه يجب اتخاذ قرارات
زجريه، فانتظروا واش الهبطي ممكن يستمر ولا يغادر فريق الرجاء الرياضي مستقبلا بعد نهايه الموسم الكروي الجاري، علما على انه العقد ديالو تبقى فيه فقط موسم كروي واحد. ارتباط فريق الرجاء الرياضي ايضا، فالرجاء يعني يتفاوض مع لاعب جنوب افريقي ممكن على انه يوقع في كشوفات الفريق الاخضر خلال الساعات القليله المقبله. اللاعب اللي ممكن انه فريق الرجاء يتعاقد معه هو اللاعب هاشم دومينغو، لاعب فريق صن داونز جنوب افريقيا واللي ما خاضش مباريات كثيره في هذا الموسم هذا، وبالتالي انتهى العقد ديالو. يمكن المدرب الجديد ديال فريق الرجاء الرياضي جوزيف زيمباور اللي سبق لي يشتغل مع فريق كايزر جيفس الجنوب افريقي كيعرف هذا اللاعب هذا، وطالب من ولا طلب من المسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي انهم يتعاقدوا معاه بحكم انه يشغل مركز ديال صانع الالعاب. المعلومات اللي عندي هو انه اللاعب هاشم دومينغو يتواجد حاليا بالديار القطريه في انتظار على انه توصل بالتاشيره التي تتيح له الولوج ودخول الاراضي المغربيه، بحكم انه ما كاينش خط الرحله جويه مباشره ما بين المغرب وما بين جنوب افريقيا، فكان المفروض عليه انه يدير اسكال في جنوب افريقيا، ولكن ما عندوش الفيزا، فهو ينتظر يعني التوصل بالفيزا والتاشيره من السلطات المغربيه باش يقدر من بعد على انه التحق بمدينه الدار البيضاء ووقع بشكل رسمي كشوفات فريق الرجاء الرياضي. كاين ايضا يعني حديث على قرب التعاقد مع المدافع عسال، المدافع ديال فريق شباب المحمديه، واللي يمكن المفاوضات بلغت مراحل جد متقدمه ما بين الفريقين. خبر اخر يعني يتعلق بفريق الرجاء الرياضي واللي كيخص يعني الرفض ديال واحد العرض مغري جدا توصل به فريق الرجاء فيما يخص اللاعب الشاب ديالو كامارا. فكامارا اللاعب اللي مدد العقد ديالو اخيرا لمده 4 سنوات توصل فريق الرجاء الرياضي بعقد او بعرض عفوا من فريق ينشط بحث الدوريات الخارجيه، واللي عرض مبلغ ديال $1,000,000 مقابل الاستفاده من الخدمات ديال كامارا، الا انه محمد مدرخ رئيس الفريق رفض انه يناقش العرض جمله وتفصيل، وقال على انه الرجاء يحبذ في الفتره الراهنه على انه يحافظ على هذا اللاعب الشاب لانه ابان على المستوى جيدا وممكن يكون يعني مستقبلا من الدعامات الرئيسيه والاساسيه للفريق الاخضر. فهذه كانت يعني يمكن اهم الاخبار ديال فريق الرجاء الرياضي، وفي انتظار على اننا ان شاء الله يعني نتواصلوا مستقبلا. فتحياتي لكم جميعا والى اللقاء.